السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام دائما بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. طبعا احنا مش معانا غير السودان، معلش في الأيام دي لازم نحط النقط على الحروف. طبعا الإخوة السودانيين، أديكم حضراتكم شفتوا اللي حاصل والاستقبال اللي استقبلته مصر للإخوة السودانيين اللي طالعين داخلين على مصر. طبعا لو احنا بلد جمهورية مصر العربية، دولة كدولة عريقة والحمد لله ويشهد بها التاريخ ومعروفين على مستوى العالم، مصر ايه وايه تطلع في التاريخ. لو احنا حصل معانا اللي بيحصل عندكم ده لا قدر الله، هتستقبلوني؟ بالله عليكم هتستقبلونا كده؟ اكيد اي دولة بيحصل فيها مشكلة او اي حدا من النوعيات دي، الحمد لله ربنا يا رب باذن الله ما يكتب علينا ولا على اي دولة عربية المشاكل اللي حاصلة حاليا في السودان. تمام؟ تستقبلونا وتفتحوا لنا المنافذ زي احنا ما عملنا؟ مستحيل، اقسم بالله مستحيل. وانا بقسم بالله وانا عارف بقسم ازاي واتحاسب على قسمي. مستحيل ان انتوا تعملوا كده. ممكن فيكم فئة تعمل بس قليلة. من اللي احنا شفناه على السوشيال ميديا من اكتر من سنة واكتر، على اللي شايفينه داير في شوية اقلاء من السودانيين اللي بيتكلموا عن مصر وكده. انا هحط صورة دلوقتي بشوفوها على الفيديو. هو الشخص ده يعني ابتدى يعدل شوية دلوقتي، لكن هو ده واحد رقم واحد انا عندي في أس الفتنة والاشاعات وتضارب الشعوب في بعض. الراجل اللي هحطه على على الفيديو ده وهيظهر، ده هو أس الفتنة وأس البلاوي كلها ده. أكيد طبعا الناس بتشوفه سودانيين كتير وفرحانة بيه ومبسوطة بيه إن هو راجل إيه، بيرقص شوية وبيقول كلام يعني لا يفهم فيه ولا يعرف أي حاجة، بس طالع عامل له قناة، عامل له صفحة، طالع بس يتكلم مصر، بس مش معاه غير مصر هي المستفيدة. هي احنا دينا اهو حصل اهو. ده قضاء وقدر من عند الله، وربنا يهدي الامور وان شاء الله وكل الامور ترجع احسن من الاول في السودان وفي كل الدول العربية باذن الله. طبعا وزير الخارجية سامح شكري جزاه الله خير طبعا عمل للسودانيين انه يخش مصر بدون تأشيرة، يعني بدون ما تخش تختم وتخش من غير ما تدفع ولا جنيه واحد انك تخش بلد دولة غير دولتك. قبل كده انتوا عملتوها ان اي مصري يخش السودان بتأشيري وحصلت واتطبقت والناس بقت تخش بتأشيرات عادي. لكن شوف الفرق بين مصر مصر، شايفين؟ شوف الفرق بين مصر وحكومة مصر وشعب مصر ازاي. قلنا لكم كتير ان احنا الحمد لله بنستقبل الدول المجاورة، بنستقبلها استقبال حفوي، يعني احنا بنستقبلها باستقبال راقي، باستقبال يليق بينا احنا مش بالناس اللي جاياني. تمام؟ لما احنا نتكلم عن مصر، نتكلم عن مصر بكل ادب واحترام. انت معاك مشكلة مع شخص واحد مصري اتكلم عليها، ما تشملش مصر. زي ما انا مش هعملش السودان بشمل اشخاص معينة اللي هم بتوع الاشاعات وبتوع تطوير المشاكل وبتوع يولدوا كراهية بين الشعوب وبعضها. من اول ما ابتدينا وهي السودان ومصر، هي ما هي كانت واحد يا حبيبي. السودان ومصر ما هي كانت واحد. تمام؟ يعني كانت السودان ومصر واحد، معروفة. التاريخ اللي بيقول مش انا اللي بقول. انتوا منفصلين من كام سنة يعني، مش من قرون يعني. تمام؟ اتفصلتوا برضو انتوا الجنوب والشمال، ملناش دخل. دخلت فيها الدول وفصلوكم. لكن شوف اللي حاصل دلوقتي. يعني لما اشوف مصر حصلت عندكم مشاكل، اول دولة حبيتوا تروحوها مصر، واول دولة تقربتوا منها وقلت هي اللي قريبة لنا مصر،
ومصر الحمد لله فاتحة دراعتها للناس، اللي أي واحد وأي شخص عربي يخش اللي من طول الزمان. مصر هي كده، برئاسيها بحكومتها بشعبها، احنا كده طبعنا ما بيتغيرش. يا اخي والله احنا بنحط الناس الغريبة على راسنا من فوق. السودانيين خاصة كانوا عندنا معاهم مشاريع في بلادنا، ومعاهم أكل عيشهم وشغالين. يعني ال7 مليون ولا ال6 مليون اللي قاعدين في مصر بيعملوا إيه؟ أكيد قاعدين شغالين. اللي جاي معاه مشاكل يتعالج، اللي يدرس، اللي لاقي لقمة عيش وشغال. مصر الحمد لله والشكر لله لا بتاخد منيكم جنيه واحد، لا بتاخد جنيه مصاريف، يقول لك مصاريف دولي، ولا رسوم، ولا رسوم تأشيرات، ولا بتعمل لكم إقامات في بلدنا إنكم تدفعوا عليها ضرائب، ولا تدفعوا عليها حاجة. لا بالعكس، مفيش الكلام ده. ليه؟ عشان دي مصر يا جماعة الخير. اسمها ايه؟ مصر أم الدنيا. عشان كده احنا اللقب اللي طلع علينا أم الدنيا ما طلعش كده وخلاص، طلع إن هو لقب واسم على مسمي. مصر أم الدنيا. دايما احنا بنحتوي الدول الصديقة والمجاورة. دلوقتي قلتوا كنتوا تقولوا فيكم أغلبية ناس كانت بتقول تطلع على السوشيال ميديا أثيوبيا أخت بلادي. طب اهي يا عم اديك أثيوبيا أخت بلادك، طيب ما رحتش ليه لأثيوبيا أخت بلادك أنت مثلا عشان خاطر حسيتها إنها قريبة عليك وأخت بلادك وبتطبل لها وترقص لها على الفيديوهات؟ ما رحتلهاش ليه؟ أكيد مش هي البلد اللي أنت تعيش فيه. مصر هي بس اللي تقدروا تعيشوا فيها وتقدروا تستقروا فيها وتقدروا تعاشروا الناس فيها، واللغة بتاعكم متفاهمة، وكل حاجة متعاطفين معاها. أتمنى من الناس الشوية الأقلاء اللي في السودان، اللي هم مش مسويين صورة السودان، يلموا نفسهم ويحطوا لهم كده حاجة كده في بقهم عشان يسكتوا. وزي ما قلت لكم، الراجل اللي هتشوفوه في الصورة على الفيديو في أول الفيديو، وهتظهر لكم الصورة بتاعته، ده راجل هو ده بتاع الإشاعات وبتاع الفتن وبتاع الكلام الكثير والكذب، وراجل كذاب كذاب بيكذب علشان الناس تتابعه، علشان يكسب من وراكم كل شوية. السودانيين، لا ده احنا المصريين. طيب انتوا عملتوا ايه فيه؟ عملت على السيارات بتاعت اللي كانت بتاعتنا بتاعت مصر، كانت تجيب بضايع، تنقل بضايع، تودي بضايع، حرقتوها، وقفتوا المعابر. احنا حصل لنا حاجة؟ يعني مثلا احنا كمصريين حصل لنا حاجة؟ تأثرنا؟ لا عادي، ده كانت بضايع متبادلة، تجار رجال أعمال متبادلة. لكن شوف لما انتوا حصل فيكم مشكلة، ربنا يفكها ان شاء الله ويصلح الحال. الحمد لله احنا عمرنا ما نشفت في اي دولة عربية، خاصة لما يكون السودان ودولة صديقة. حصل ايه؟ اول دولة فكرت فيها تطلع على مصر، معابر مفتوحة الحمد لله بدون تأشيرات، مواصلات لحد المكان اللي انتوا عايزينه، وحاجات متوفرة يعني تشوفوها في العالم قليلة خالص اللي بيحصل ده. طبعا ما ننساش المملكة العربية السعودية، ده ليها جزيل الشكر والله العظيم يعني، وتتشال على الراس. لما حصل عندكم التضارب ده، شوف الناس اللي جايه عمره محتجزينها على نفقة الدولة، وناس مكرمينهم ومعززينهم. شفتوا التعامل ازاي؟ يعني خلي بالكم في دول اقرب، يعني في دول قريبة تقدر تتحملكم، وفي دول ما تقدرش تتحمل. شايفين في فرق بين الدول. اتمنى منكم ان شاء الله يعني السودانيين، الاخوة السودانيين والاخوة المصريين، يعني خلاص يعني الناس تقعد على حيلها كده، وتتقي الله وتدعي من ربنا ان الامور تتفك وتمشي على خير ان شاء الله. مع تحياتي لكم ابو فارس السعيد. لا تنسونا في اشتراككم ودعمكم للقناه. في امان الله وحفظه.